مصادر صحفية كشفت عن خطة إيرانية للإطاحة بالحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وهيحصل ده بانقلاب عسكري تم التخطيط له في اجتماع سري في مدينة النجف العراقية. تسريبات خطيرة أكدت أن إيران بترتب لاغتيال الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، والخطة دي تم الكشف عنها من خلال صحيفة تركية فضحت تفاصيل اجتماع سري حصل في النجف بمشاركة جنرالات من الحرس الثوري الإيراني وضباط من فلول النظام السابق. الاجتماع ركز على إشعال توترات طائفية وعرقية في مناطق زي حمص، طرطوس، السويداء، اللاذقية، دير الزور، الحسكة، الرقة، وده كله بدعم مباشر من حزب الله اللبناني، الحشد الشعبي، وحتى الحزب العمال الكردستاني وداعش. إيران جهزت خطط تسليح وتمويل عبر معابر حدودية زي البوكمال، وكمان عن طريق البحر من موانئ سوريا بمساعدة المقاتلين الشيعي من باكستان وأفغانستان. لكن أخطر جزء في الخطة كان الاغتيال المباشر للرئيس السوري أحمد الشرع باستخدام خلايا داخلية تابعة لداعش لاستغلال أي ثغرة في الحكومة السورية. الصحيفة التركية كشفت كمان أن الاجتماع حصل فيه فيلا مملوك الرجل الأعمال الشيعي في مدينة النجف، وشارك فيها اللواء حسين أكبر القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وسفير إيران السابق في دمشق، ومعاه اللواء أمير علي زادة قائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني ومسؤول العمليات الخاصة في الاستخبارات الإيرانية. من ضمن الحاضرين في الاجتماع كمان قيادات من النظام السوري السابق زي اللواء محمد خلوف، العميد عادل سرحان، العميد عبد الله مناف الحسن، والعميد محمد سرميني. الصحيفة التركية زعمت أن الاجتماع ناقش خطة لإعادة السيطرة الإيرانية على سوريا بعد تراجع نفوذها في المنطقة، وإنهم بيدرسوا تنفيذ انقلاب عسكري يستغل الانقسامات الداخلية والخارجية. الخطة تضمنت إثارة توترات عرقية وطائفية في السويداء واللاذقية واستخدام مقاتلين شيعي من أفغانستان وباكستان تحت قيادة زينبيون وفاطميون، وكمان كان في تخطيط لاستخدام الممر البحري بين سوريا وقبرص الجنوبية لنقل الأسلحة والمقاتلين. وفي نفس الوقت تولى حزب الله دعم العمليات بريا من لبنان. المجتمعين اتفقوا أن اغتيال الرئيس أحمد الشرع هتتنفذ عن طريق خلايا داخلية وعناصر من داعش مع استغلال أي ثغرة داخل الحكومة السورية لتسهيل تنفيذ المخطط ده. لكن الاستخبارات السورية كانت لهم بالمرصاد، وتم إرسال أرتال عسكرية للساحل السوري ودمشق وحما وحمص، وتم تصفية بعض العملاء اللي كانوا متورطين في المخطط ده. الشارع السوري كله كان مع الرئيس أحمد الشرع، وكانوا شايفين إن الاجتماع دي مش غريب على إيران وأتباعها اللي معروفين تاريخيا بالخيانة والغدر. الواقع إن إيران بعد ما دمرت 4 عواصم عربية لسه بتخطط إنها تدمر سوريا بطرق مختلفة، والضمان الوحيد لصد المخططات دي هو توحيد الجبهة الداخلية، وإن الشعب السوري يفضل متماسك بعيد عن الطائفية والانقسامات العرقية، ويكون ولاءه الأول والأخير للدولة السورية. سلام.